تعالوا شوفوا القرمشه اللي في الفطيره بتاعتنا النهارده. عاملين فطاير. الفطاير بتاعتنا بقى بصوا عامله ازاي. بصوا لما نفتحها تبقى عامله ازاي، شايفين سخنه ازاي وطالعه معانا عامله ازاي. النهارده بقى انا اشتريت سبانخ. جبت كيلو من السبانخ والولاد اعترضوا على السبانخ، فروحت انا عامله برضو حله سبانخ، وقلت اخد منهم كام ورقه كده واعمل الفطاير اللي انتوا شفتوها دي. رحت جايبه كده بصلتين متوسطين ومقطعاهم جوانح بالشكل ده كده. طبعا الورق ما بتاعنا غاسلينه ومصفيينه كويس، واروح برضو مقطعاه كده طرنشات رفيعه كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. يبقى قطعنا السبانخ وقطعنا البصل. بصوا بقى كده انا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هحطهم كده واحط عليهم شويه ملح وفلفل اسود صغيرين واقلبهم، واروح جايبه بضايه وحطاهم كمان، وحاطه كمان معلقه بابريكا، واروح مقلباهم كويس مع بعض. خلاص كده انا قلبت الملح والفلفل. هنزل بقى بالبضايه، وهنزل كمان بمعلقه البابريكا الصغيره، وهنزل عايزه اقول لكم بقى المفروض ان انا كنت حطيت بقسماط ناعم، ما لقيتش عندي الا البقسماط الخشن، حطيت منه كده معلقه كبيره يعتبر، وهقلبهم كمان معاهم بالشكل ده كده. وخلاص كده هقلب بقى اللحمه المفرومه، وتعالوا بقى على النار شويه زيت كده، واروح نازله عليهم بقى بالبصل، افككه كده من بعضيه، وانزل عليهم كمان بفصين توم كبار مهروسين، واسيب بقى البصل بتاعنا ده يتشوح مع الثوم بالشكل ده كده، واسيبه بقى على النار لغايه ما يتبلوا مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل كده انا قلت لكم انا بحب اجيب، لما اجيب نوع خضار احب اقسمه واعمله على وصفتين عشان ارضي كل الاذواق اللي موجوده في البيت. يعني البسله لو جبتها اعملها على صنفين، السبانخ زي ما انتم شايفين اعملها على صنفين، وكده البصليه بتاعتي دبلت بالشكل ده كده مع الثوم وشويه زيت صغيره. السبانخ هترمي معانا ميه بعد ما نحطها كده. حطيت طبعا الملح والفلفل الاسود والبابريكا، واحط كمان السبانخ تقليبه بسيطه كده، ورحت طفي عليها على طول زي ما انتم شايفين كده. طفيت النار ووديها تقليبه مع بعض كده لغايه ما تبرد السبانخ بالبصل معانا. عايزه اقول لك بقى شويه السبانخ دول نزلوا شويه ميه، هصفي الخليط بتاعنا ده. نعمل بقى التشريبه عباره عن كوبايه لبن ونص كوبايه زيت ومعلقتين من النشا ونص معلقه بيكنج باودر صغيره، واقلبهم كده مع بعض مع سنه ملح وفلفل اسود كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه كده. معانا لفة جلاش، انا مش هاخد الا نص بس من لفة الجلاش، والنص التاني هشيله في الفريزر لوصفة تانية. بصوا بقى يا حبايبي كده بجيب ورقتين من الجلاش واسقيهم بالتشريبة كده بالمعلقة دي، واروح مسحة الجلاش بتاعنا كده بالتشريب. واجيب بقى قطعة لحمة كده واسويها في النص كده، واروح حط عليها شوية الحشوة اللي هي السبانخ بالبصل، وعليهم قطعة جبنة موتزاريلا، وكده برضو بعمل الجوانب بالتشريبة. وكده تبقى اول فطيرة عملتها. وكده هعمل الكميه كلها زي ما انا بقول لكم كده. امسح كده بالجلاش بالتشريبه زي ما انتم شايفين، وقطعه لحمه، وانزل عليها بالبصل والسبانخ، وانزل عليهم بالجبنه الموتزاريلا، واقفلها بقى زي ما انتم شايفين كده. هقفلها مربع، عايزه تعمليها بالطول اعمليها، بس انا النهارده عملتها مربع بالشكل ده كده، او ممكن تعمليها زي ما بقول لك صوابع كده من الجلاش. وكده بقى اخلص الكميه كلها معاكم زي ما انتم شايفين. وكده بقى اروح جايبه بقى صاج وحطاهم في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، او حابه تعمليها في طاسه على البوتاجاز اعمليها. انا خلصت بقى كل الكميه كده. هروح دهنه بقى الصينيه بتاعتي كده معلقه سمنه، وهرص الفطاير واحط عليهم سنه من التشريبه، وده ما ظاهرش معاكم في التصوير. وكده بقى الفطاير بتاعتي حطيتها في فرن متوسط الحراره، وكده طلع معانا بالشكل ده. شايفين الجلاش، شايفين شكله طالع عامل ازاي. لو عجبتكم فطاير السبانخ ما تنسونوش بلايك ومتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.